السلام عليكم. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ اعتبارا من يوم السبت الجاي اللي هو بعد بكره بتاريخ تصوير الفيديو هيتم فتح باب الحجز لسيارات بي ام دبليو مع توكيلها الجديد جلوبال اوتو. انا متوقع ان الحجز هيبقى باعداد وبارقام كبيره جدا، ومتوقع ان التوكيل هيقدر ان هو يوفر ستوك محترم من العربيه، ولكن هل الستوك ده هيبقى قد الطلب اللي هيجي على العربيه؟ ما اعتقدش. اعتقد ان الطلب في الاول هيكون اكتر بكتير، وطبعا دي اكتر حاجه كلنا خايفين منها لاننا هتدخلنا في الدايره المفرغه بتاعه الاوفر برايس. فهل توكيل بي ام دبليو الجديد هيقدر ان هو يقضي على ظاهره الاوفر برايس على عربيات بي ام دبليو؟ لو عايز تعرف الاجابه معلش استحمل معايا واتفرج لاخر الفيديو، وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب لو لقيت ان الموضوع فعلا مفيد عشان تفيد غيرك. خلينا نبقى متفقين ان في اعداد مهوله هتروح تحجز عربيات بي ام دبليو رغم التريقه اللي حصلت على بعض الاسعار، وان العربيات بادئه بمليون ولكن الاسعار دي منطقيه جدا، وانا وضحت وجهه النظر دي على باقي المنصات بتاعتنا، مش ده مجاله دلوقتي. وخلينا برضه نبقى متفقين ان الالعاب اياها بتاعت التجار والمعارض هتحصل، ان الناس هتبعت الناس اللي شغالين عندهم وقرايبهم ببطايق عشان يشتروا العربيات وبعد كده يحطوهم عندهم في المعارض ويحطوا عليها اوفر. خليني اضرب لكم مثل بسيط جدا، ان العربيه البي ام دبليو الفئه الثالثه 330 ال سي اي الفيس ليفت التوكيل مسعرها بمليون 810، وفي احد المعارض عنده عربيه بقالها مثلا حوالي اسبوعين اخر سعر معدله ليها امبارح 2650، يعني حاطط على العربيه 850 الف اوفر تقريبا. فهل انت عندك استعداد انك تبقى سفيه لدرجه ان انت تدفع في عربيه 800 الف جنيه زياده؟ وهيزيد الموضوع ده اكتر لما العربيات تنزل، وانت عارف انك ممكن تستلمها من التوكيل بالسعر الرسمي بالسعر المظبوط، وكمان بتاخد العربيه من غير الضمان اللي هو الخمس سنين ال 200 الف كيلو، وبتاخدها من غير الصيانه المجانيه وبتدفع عليها كل الفلوس الزياده دي. فمين يا جدعان العاقل اللي يعمل حاجه زي كده؟ هيجي واحد يسالني دلوقتي ويقول لي طب ما هو التوكيل كده مش هيقدر ان هو يوفي الطلبات اللي عليه ومش هيقدر انه يدخل عربيات، فاحنا هنفضل في الحته بتاعه الاوفر برايس. هقول له لا، التوكيل ده هيقدر ان هو يظبط العرض قصاد الطلب. امتى؟ في خلال شهرين 3 شهور بالكتير من بدء التشغيل، لانه هو لسه بادئ، هو ما عندوش ستوك من قبل كده. ولكن نقطة ان التوكيل ده في جزء كبير من راس ماله اجنبي دي مسهله جدا قصه استيراد العربيات، لانه ما عندوش القيود اللي هي على العمله بتاعه التوكيلات اللي عاملها في مصر او اللي هي راس مالها مصري بالكامل. وبناء عليه وبناء على اللي احنا شفناه من الناس اللي ماسكين التوكيل، انا بقول لكم ما حدش يدفع جنيه اوفر في عربيه يلاقيها بره بضمان الوكيل. الناس هتشتري وهتتلاعب، فاحنا كل واحد فينا بيطلع التاجر اللي جواه. فما تستغربش لما تلاقي ده هيحصل من المعارض او التجار او الحاجات دي، لان هم لازم هيعملوا كده. انت اللي هتوقف في الحته دي. اياك تشتري بي ام دبليو بضمان الوكيل من بره من معرض عليها جنيه زياده، جنيه واحد زياده. اوعى تعمل كده، لانك لما هتعمل كده انت بتضر نفسك وبتضر غيرك. يعني لو انت فلوسك لاقيها في الارض كده ومش فارق معاك وعايز اركب بي ام عشان ابقى من اول الناس، روح من يوم السبت احجز، لان في ناس هتستلم على طول. في ناس هتستلم من اول ما الاستوك هيجي، هو مش هيخزن عنده، اللي هيبقى موجود هيتباع، وهيبقى في حركه استيراد شغاله من الناحيه الثانيه في نفس الوقت عشان خاطر يوفي بالطلبات اللي هتيجي. اللي هيتاخر شويه ممكن العربيات اللي هتبتدي تتجمع، اللي هم من الاكس 3 للاكس 7، كل دول هيتجمعوا لان دول اصلا منشأهم غير اوروبي وغير خاضعين لاتفاقيه التجاره الاوروبيه، وعشان كده بنجمعهم في مصر، والمصنع هيبتدي تجميع من يناير. ولكن كل ما هو مستورد من اوروبا هيجي وفي مواعيد كويسه جدا. روح من يوم السبت احجز، روح من يوم السبت احجز. انا بكررها تاني اهو عشان تستلم بدري وتلحق تستلم من المخزون اللي جاي في البدايه، واللي هيجي بعد كده مش هيتاخر. وبقول لكم الدنيا هتتظبط معاهم باذن الله. توقعي الشخصي خلال شهرين 3 بالكتير من بدايه السنه الجديده هتلاقي ان الدنيا كلها اتظبطت وبقى العرض على قد الطلب. وطالما خلاص بقيت انت بتروح التوكيل تلاقي العربيه تشتريها، مفيش داعي ابدا ان انت هتطلع بره تدفع اي جنيه زياده لاي حد من الناس التانيه. بقول لك حاطط 800 الف بعد ما شاف السعر الجديد، الله اعلم كان حاطط كام قبل كده. ودي عربيه فئه ثالثه، مش بنتكلم بعد كده بقى في الاكسات والحاجات اللي هتبقى يعني اثمنها كبيره. اتمنى ان الفيديو ده يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس، لان فعلا احنا عايزين نخرج من حته الاوفر برايس دي. ولما نلاقي حد بيعمل كده احنا لازم نشجعه ان هو يقدر ان هو يكسر الحته بتاعت الاوفر برايس ويهبط السوق، لان ده هيهبط المنافسين التانيين. ولما الفئه دي هتهبط او هتظبط اللي تحتها وتبتدي تزقها. النهارده يا راجل التوسان والحاجات دي بقت بمليون 350 ومليون 450، وده منزل لك الجي 20 ال سي اي الفيس ليفت بمليون 200 وشويه. فيعني ناقل الكلام، تركب بي ام دبليو ولا تركب حاجه كوري ولا حاجه تانيه بنفس السعر او سعر اغلى من كده؟ معلش طولت عليكم، اشوفكم في فيديو جديد قريب ان شاء الله. متشكر على المتابعه.